طبعا بما ان مفيش اخبار قوي دلوقتي في كرة في مصر، الدنيا هادية نوعا ما. ف آه، الصفحات الاهلاوية والبيدجات الاهلاوية مش لاقية حاجة تتكلم فيها قوي. فعامل مقارنة ما بين كل يوم. يعني هو ماشي، احنا عارفين ان في لعيبة في معسكر الزمالك ما كانتش وتمام، مش بننكر ده يعني، عشان ده لما بيحصل في الاهلي دايما يقول لك لا اصله مش عارف، انت مش عارف بقى ده اصل ده راح فين وجه منين. وجمال جبر يقعد يكذب عليهم كذبه كده، وهم طبعا يبقوا حابين يصدقوها عشان يردوا على اصحابهم الزملكاويه ان احنا ما يحصلش عندنا الكلام ده والغيبوبه اللي عايشين فيها، فيصدقوا الكذبه ويبداوا يقولوا. لكن احنا معترفين ماشي، لعيبه ما جاتش ايا كان الاسباب. بيزيرا عايز يمشي ماشي، عايز يعني، انا بقول لك انه عايز يمشي. دي حاجه ما تعبنيش، دي حاجه انت بتشوفها لما بتحصل انها تعيب المشجع. النادي بتاعي معهوش فلوس واللعيبه مش عايزه تقعد وموقوف له القيد، دي حاجه تعبني انا شخصيا في حاجه كمشجع. لا عادي، انت بتشوفها عيبه، معرفش عشان انت ضاحكين عليك ومفهمينك يعني ان ايه الاهلي ده مش عارف ايه، فانت كمشجع بتستمد منه العظمه اللي هم مصورينها لك، ان الاهلي ده عظيم وشفت الخطيب عامل ازاي، مش الهلهول اللي عندكم مش عارف مين. وانت اكبر هلهول في الدنيا، محدش اصلا عارف انك عايش على وجه الارض يعني. لكن انت دايما عشان عقدة نقص عندك، هم فاهمين قوي دي فيك، ان انت عندك عقدة نقص، ان الحياة فشخاك زي ما فشخانا كلنا والله يعني عادي. ولكن احنا متصالحين وواقعين مع نفسنا. لكن انت دايما تلاقي واحد اهلاوي ضايع مثلا، البنوك كل يوم بتجري وراه وبتجيله عند بيته عشان ناصب في كريدت كارد ب 15000 جنيه. يجي يقول للزملكاوي صاحبه ايه يا نصابين في ودايما يحاول يقلل منك. ايه يا بوابين. انا يعني مع احترامي والله البوابين، والله مع احترامي الشديد لمهنة البواب، انا عمري ما شفت بواب زملكاوي. اقول لك ايه طيب؟ ما هو انت اللي قللت منها مش انا، ما انت اللي بتقول ايه بوابين كانها حاجه تعبني يعني. انا عمري ما شفت بواب زملكاوي. كل البوابين اللي اعرفهم في الشارع مثلا عندي اهلاويه، او يعني اللي ليهم في الكوره منهم كلهم بيشجعوا الاهلي باستماته. بذمتك انت اللي بتتفرج عليا سواء اهلاوي زملكاوي عمرك شفت بواب زملكاوي؟ اتحداك مفيش بواب في حياتي زملكاوي. حاجه ما تعبهمش ولا تعيب الاهلي ولا تعيب الزمالك، بس انت اللي لزقتها، انت اللي شايف ان الزملكاويه بوابين. طيب هات لي بواب زملكاوي لو انت شايف ان ده تقليل من الزمالك يعني. ماله البواب يا سيدي؟ راجل بيشتغل زي ما كلنا بنشتغل وبناكل عيش في الدنيا يعني، عادي. فاللي عايز اقوله لك من الاخر ان دايما صفحات الاهلاويه، انا برغي لك كل ده عشان اقول لك بس الجمله دي في الاخر، دايما صفحات الاهلاويه بتلعب على المقارنه. شايف احنا فين وانت فين، واحنا فين وانت فين بالذات اليومين دول عشان جرح الكونفدراليه يهدى، التالت يهدى. يحاول دايما يقارن له ان طب ما كلنا عارفين ان المعسكر عندك منتظم وانا عندي المعسكر يعني في مشاكل. كلنا دي معلومه عارفها الطفل يعني اللي ملوش في الكوره. فايه الجديد اللي انت اضفته؟ اللي اضفته ان هو دايما يصبحه كده لما يفتح الموبايل يحسس ان هو شايف انت فين وهو فين. يا عم انت فين وانا، انت فين؟ انت في الكونفدراليه وانا في دوري ابطال افريقيا، انت التالت وانا واخد من عينيك الدوري. انت قعدت تدبدب 3 شهور وعايز بكل الطرق المشروع وغير المشروع انك تلعب افريقيا وما عرفتش، وهتروح زي بلاش اشتم عشان الفيديوهات بتتحظر. انت عارف زي الايه؟ هتلعب كونفدراليه غصب عن عينك، واللي انت كنت بتتريق عليها بقالك سنين هتبقى اقوى بطوله في الدنيا طبعا، ولجانك هيقنعوك بالموضوع ده. فعادي، ففكك من قصه شوف انا فين وانا فين والدنيا حلوه وناديك مش عارف ايه وصاحبك التاني يا عيني صاحي على الاخبار مش عارف ايه. فكك، عشان كلنا مدعوكين في الحياه، فالكوره مش معموله عشان ان انا اتفاخر بيها واقعد اقول النادي يعني. بلاش الحته النفسيه اللي هم بيلعبوا عليها تبقى انت شاربها وبلاعها بمزاجك. فوق عادي، انت بني ادم عادي بتشجع فريق وانا بشجع فريق، فمالوش علاقه بقى ده معاه فلوس ده معهوش فلوس. الموضوع ليه علاقه في الكوره، ولو جيت في الكوره في الاخر انا واخد منك الدوري بنص فرقتك بس.